السلام عليكم اخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اجينا لهذه المنطقة، منطقة البراج اللي هي البحيرة لهنا، حتى نسقف لكم، نعلمكم طريقة سقف السمك. زين، الطريقة لازم يكون حطب، طبعا بالعراق لازم نوع من نوع الحطب، مو كل حطب يصير. زين، عندنا نوعين سمك هذا هنا موجود. واحد السلمون فاتحين من البطن، هذا السلمون فاتحين من البطن لان هو مفتوح من البطن كملنا عليه، وهاي السمكه لا، مثل ما احنا نريدها. اوكي عيوني، هذني التوابل للسمك هي بس مجرد الملح، نملح السمكه ونزيد بالملح شويه، لان راح ينزل ويا السوائل اللي تنزل من السمكه، راح ينزل الملح، فنزيد شوية من الملح. بهذه الطريقة ملحنا السمك مالتنا. زين عيوني، هسه نراويكم طريقة السقف. انه احنا جبنا هذه اللي مفتوحة من البطن لان ما راح تلزم، ما راح تمسك، فجبنا لها شبكة، نحطها بالشبكة ونحطها قريبة على النار. يا الله، اوقفوا لا توقعين. زين عيوني، هذه الشبكة، لأن إمكانيات هنا المكان نائي، إمكانيات ضعيفة للمطبخ يعني، بس احنا نحاول قدر الإمكان أن نقضي الغرض. زين، هذه بالشبكة حطيناها لأن مفتوحة من البطن ما تلزم، والشبكة نوقفها بالطريقة هذه جنب النار، هذه الطريقة. زين، هي تستوي من الدخان والنار، زين، والحرارة كلها تستوي. أما هذه احنا راح ان نفتح لها. شوفوا هذا المكان السنسول. Few moments later. مشاهدين، طبعا لقينا صعوبات بالمكان لان الارض صخريه، هذه العودات ما توقف فيها حتى نوقف السمكه، بس ان شاء الله راح اراويكم هذه الطريقه بمكان اخر اذا الله راد. شوفوا، فحطينا بدل العودان حطينا الصخر، زين، على السمكه وفتحناها، وهذا السلمون بالشبكه. بس طريقه المهم الطعم والطريقة هي بدل ما نحط العودان ونوقف السمكة عليها، حطينا صخر ووقفنا السمكة عليها، لأن الأرض صخرية مستحيل نقدر نثبت العودان عليها. فتعذرونا من هذا المنظر، مو المسقوف منظره أكثر من هذا، بس إن شاء الله راح نعاودها عليكم العملية، بس يكون مكان، نختار المكان أنه في طين أو تراب، بحيث العودة من نحطها بالأرض تثبت ونوقف عليها السمكة ما توقع. احنا وقفناها على العودة وحطينا صخر تحتها، بس وقعت، ما يعني تتحرك، مو ثابته، العودان مو ثابتين. فسوينا هذه الطريقه وان شاء الله تنجح عندنا، وان شاء الله راح نراويكم. هي بس رشه ملح مثل ما قلت لكم، السمكه تنفتح من الظهر، ما تصدف، ما تتنظف، تبقى بالقشر مالتها، لان بعدين من يستوي الوجه، شوفوا هذه بدا بيتغير لونها السلمون، من يتغير الوجه ينطبخ، بعدين نحطها على ظهرها على الفحم فتكمل الطياب مالتها. فانتظرونا على الشكل النهائي ان شاء الله. شوفوا ما شاء الله المنظر، هذه شوفوا الماء والخضراء والوجه الحسن امين. زين، فهذه، وهذا السد منا، هذا السد سد شو اسمها المنطقة؟ تكركوس. زين، وهذا البحيره هذه هنا بسمك همات، طبعا يصيدون، اكو ناس يصيدون يقعدون عند الماء، بس احنا حاولنا هنا فوق التل نصور لكم حتى تطلع البحيره، تطلع الاشجار هاي الخضراء، المنطقه رائعه جدا. انا اول مره اجيها، سامع بيها كثير وساكن بمراكش قريب عليها وما جايها، بس منا وجاي كل اسبوع اسبوعين نجي نسوي لنا باربيكيو او نسوي لنا فد يوم ان شاء الله راح نخصص حلقه للسندويشات، للبيكنيك، حتى تجون تشوفون البيكنيك
الواحد ما يتعب بعد يطبخ ويشوي وهذا. بس احنا ردنا نراويكم طريقه السمك المسقوف، وهذه الطريقه ان شاء الله تعجبكم. ولما نسوي بيكنيك وسندويشات راح نعلمكم، نراويكم انواع السندويشات وناخذها ونجيب بيكنيك، نجي نفرش هنا، ناكل نشرب ونمشي. اوكي، نغير جو، لان هناك جو اكسجين يعني فول اوف اكسجين. البحيره والاشجار والهدوء والطبيعه تملي رئتك بالاكسجين وترجع للمدينه. انتظرونا على الشكل النهائي للسمك. شكرا جزيلا. اخواني واخواتي المشاهدين، هذا الشكل النهائي للسمك المسقوف. يعني سقفناهن اثنينهن والله وفقنا من بعد العذاب الشديد لهذه السمكه بالضبط، لان هذه على هذا. وهذا شكلهم النهائي، رشه ملح بس، وهذا الحامض وياه يعني. وممكن تحط دبس الرمان او دبس التمر، زين العفو، دبس الرمان او تمر الهند، دبس التمر الهند. بس انا افضل انه يكون هيك، بس حامض، عصرة حامض وياه، وخبز وبصل اخضر وطرشي نجفي، طرشي عراقي زين، وفلفل حار. تخبل وهنيئا وعافية. وان شاء الله احنا بهذا الجو يعني نتذكر كل حبايبنا وما نسيناكم. وان شاء الله راح نراويكم الطريقه الثانيه، يعني طريقه العودان هذه، لان هنا ما قدرنا، الله ما وفقنا انه نوقف السمكه على العوده، فشويناها. وهذا شكلها النهائي، وبالهنا والشفا.